يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا بحضراتكم. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. كله بقى يجي هنا عشان هنتكلم عن موضوع خطير قوي قوي قوي، انتشر بطريقة مش طبيعية الفترة الأخيرة ديت. عن الشخص النرجسي، وممكن يكون الشخص النرجسي دوت باباك، مامتك، مراتك، جوزك، عيالك، وانت ممكن تكون يلي بتسمعني اصلا دلوقتي شخصية نرجسية. فتعالى كده النهاردة ان شاء الله هنتعرف على مين هو الشخص النرجسي وصفات الشخص النرجسي، والاهم بقى ازاي تتعامل معاه، ازاي تتعامل مع الشخص النرجسي. لان ديت اغلبية الناس في الاستشارات بيسألونا دايما عن الموضوع ده: انا جوزي نرجسي، انا مراتي نرجسية ما بعرفش اتعامل معاها. يعني مشاكل كتيرة قوي 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 زايدة عن حدها قوي 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 على الشخص النرجسي. فانت لازم تعرف صفاته، ماشي، وازاي تتعامل معاه. فانا جبت النهاردة بعض من صفات الشخص النرجسي، وانا عايزك ما تقولش ايوه الصفات دي في بابا، ايوه الصفات دي في ماما. لا، انا مش عايز ده. انت ممكن تكون الصفات دي فيك انت معايا. ممكن الصفات اللي هنقولها دلوقتي دي تكون فيك انت. فخلي بالك بقى ايه، وركز معايا قوي قوي قوي، وكل الناس بقى اللي لسه جايه كده تركز. تمام، استنى بس الناس اللي لسه جايه ديت تخش، عشان هنقول بقى دلوقتي واحده واحده كده التفاصيل. لا تكون انت تاني، لا تكون انت الشخص ده وانت ما انتش واخد بالك، وعمال تقول انا بابا نرجسي، انا ماما نرجسية، انا كل اللي حواليا نرجسيين، انا مش عارف اتعامل مع حد خالص، وتكون انت اللي عندك العيب، وتكون انت اللي نرجسي وانتش واخد بالك. تمام. طيب، اول حاجة بيعملها الشخص النرجسي، بسم الله الرحمن الرحيم كده: حب السيطرة والتحكم. يا نهار ابيض، ما يحبش الشخص اللي قدامه يتجادل او يتناقش معاه في اي حاجه. طبعا اللي بيسمعنا دلوقتي بابا، انت بتتكلم عن بابا. لا، انت ممكن انت تكون الشخص ده، وممكن يكون باباك برضو يعني، ماشي. بس خلينا واحده واحده كده. بيحب يسيطر على اللي قدامه ويتحكم في كل الناس اللي قدامه. بيتعامل مع الناس اللي قدامه ان هم عساكر، وهو ما شاء الله حاجة كبيرة. اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه فقط، محدش يتكلم الكلمة كلمتي والرأي رأيي، وكل واحد هيعمل اللي انا بقول له عليه يا اما يطلع برا البيت. شايف حب السيطرة والتحكم عاملين عنده ازاي؟ عاليين قوي، عاليين قوي 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 عند الشخص النرجسي. حب السيطرة والتحكم، ماشي. بيتعامل مع البشر ان هم ايه، قطع شطرنج، يحرك ده ويحرك ده ويحرك ده. البيت عنده كله بيبقى ماشي بالأوامر، كل واحد يمشي بالأوامر اللي هو بيقولها، واللي يختلف معاه في أمر من الأوامر دي يا ويله، يا ويله سواد ليله بقى، يحرمه من الميراث وبص يبقى ليلة زرقاء. تمام. فده أول حاجة من صفات الشخص النرجسي، إن هو شخص بيحب السيطرة ويهيمن على كل الناس اللي حواليه، مراته، بيته، عياله، الناس اللي معاه في الشغل، كل حاجة بيحب يسيطر عليهم ويتحكم فيهم زي ما هو عايز. طيب، رقم 2: ردود أفعاله عدوانية. ركز بقى هنا معايا. ردود أفعاله عدوانية يعني إيه؟ يعني ممكن لما أنت تتناقش معاه في حاجة وتختلف معاه في حاجة يعاديك ويأذيك ويشن عليك الحرب، وممكن فعلا يعمل لك مشاكل في الحتة اللي انت فيها. يعمل لك مشاكل مع ابوك، يعمل لك مشاكل مع امك، يعمل لك مشاكل في شغلك، ممكن يوصل ان هو يتدخل في شغلك، يوصل لحد من الناس الموجودين ويقول عليك كذا وكذا وكذا. بيتعامل معاك بعدوانية. وركز بقى في حتة العدوانية ديت، عشان دي برضو هاخد منها جزء للعلاقات. احيانا بيكون في علاقة ما بين اتنين والعلاقة تنتهي عادي جدا زي اي علاقة بتنتهي. الشخص التاني بقى يعمل ايه؟ يقعد بقى يلقح ويعمل بوستس على فيسبوك، يلقح على الشخص اللي معاه، وينزل ستوري يلقح على الشخص اللي معاه، والبلوكات والحاجات اللي احنا طبعا عارفينها دي كلها. كل ده عداوة، وكأن كان المفروض تبقى معايا ما تسيبنيش، وكأن الحياة أبدية. لكن
الشخص اللي هو السوي لما العلاقة بتنتهي بيحتفظ بكرامته وقيمته وبياخد بعضه ويمشي، متكلمش. اما التاني بقى اهانات وكده، وتلاقيه بقى بيشهر بيه ويتكلم عنه دي، وفي بنات بتعمل الموضوع ده كتير قوي، وولاد برضه يعني، مش عايزين نحدد على بقى، مش عايزين نقول ولد او بنت. ولد بيسوق سمعة البنت رغم ان هي البنت بتبقى محترمة، وهي بتسوق سمعة الولد رغم ان الولد بيكون محترم. فيقعدوا بقى يعادوا بعض هما الاتنين، ويفضلوا بقى توم وجيري هما الاتنين. اهي من النرجسية. شفت بقى ردود الافعال بتاعته عدوانية، بيعرفش يمشي في سلام، لازم يعمل مصيبة ومشكلة. ودوت على فكرة برضه تلاقيها في الشغل، لو موظف اترفد مثلا ما يعرفش يمشي بأدب واحترامه، لازم يعمل مصيبة قبل ما يمشي، لازم يعادي كل الناس اللي موجودة، يطلع بقى يشتمهم كلهم على الفيسبوك، يقول دي شركة مش عارف كذا وكذا وكذا ومحدش يقدم في الشركة دي، بيعادي كل الناس. تاني حاجة ردود أفعال الشخص النرجسي عدوانية. رقم 3 فرض الأوامر. فرض الأوامر، الحياة كلها ماشية بالأوامر. قلت لك البيت عنده عامل كده زي طابور الصباح بتاع الجيش، بالكرباج، لازم تصحى الساعة 3 أو 4 يكون كل البيت صاحي. تمام؟ حرام عليك، أنا قاعدة مستنية اللايف بقالي ساعتين. إحنا كل يوم الساعة 10:30، كل يوم الساعة 10:30. كنت بقول إيه؟ بيتعامل مع كل الناس بالأوامر، ماشي؟ واللي يعصى أمره، لا لا، اللي يعصى أمره النرجسي لا لا لا، مش هيسيبك. أنت بتعصى أمري؟ انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انت عارف انا ممكن اوديك ورا الشمس وما تشوفش نور، تبقى ورا الشمس وما تشوفش نور، ازاي دي ما تعرفهاش؟ اوديك البحر وارجعك عطشان، ترجع عطشان من البحر، دي ازاي ما اعرفهاش؟ هو الشخص النرجسي كده بيتعامل كده مع الناس بفرض اوامر، ان هم عساكر عنده، او زي ما احنا قلنا قطع شطرنج، او ان هم ناس ملهاش قيمة، ملهاش قيمة، ملهاش رأي، ملهاش قرار، ملهاش اي حاجة. بيتعامل مع الناس ان هم عارف زي الناموس كده، ملهمش اي حاجة. تمام؟ رقم 4 بيقلل من الآخرين. ركز بقى معايا في الحتة دي بتحصل كتير قوي قوي، حتى احنا كشباب بنعملها احيانا. بتقلل من الناس اللي قدامك، لما واحد يتعب تعب في حاجة معينة، او يعمل انجاز معين مثلا في حاجة معينة، يبتدي يقلل. يا عم ايه الهبل اللي هو بيعمله ده؟ هو ده عبيط ده ولا ايه؟ على فكرة يعني اللي انت بتعمله دوت ما فيهوش حاجة، يعني غيرك قبلك كتير عملوها. شفت بيعمل ايه؟ بيقلل دايما من قيمة الناس. ليه؟ لان هو شايف نفسه احسن واحد واعلى واحد. فانت لما تيجي تقول له فلان الفلاني ده على فكرة شخص محترم وكويس، يقعد يقلل من قيمته، رغم ان هو ما اتعاملش معاه، رغم ان هو ما شافهوش، رغم ان هو ما حصلش ما بينه وما بين الشخص ده اي تعامل، بس يقعد يقلل من قيمته وخلاص. شفت بقى؟ هو دايما بيقلل من قيمة الناس اللي حواليه. وديت حاجة زي ما بقول لكم بقت موجودة في الولاد وموجودة في البنات كمان. تقلل من قيمة البنت لما يكون في واحدة مجتهدة مثلا في الدفعة بتاعتهم، يقعدوا يقللوا من قيمتها. يا عم ده تعبانة، يا عم ده بنت مش عارف دي فلاحة، يا عم دي مش عارف ايه. الكلام ده عيب. ايه الكلام ده؟ عيب. الكلام ده بيضرك انت اصلا. الكلام ده حطك في زون ابن لذينه، خلي بالك منه. رقم 5 يفتقد للعاطفة. ما انا قلت لك بقى حياته كلها اوامر اوامر اوامر، كانه بص كل حاجه جيش، كل حاجه جيش. ما فيش عاطفه، مفيش طبطبه، مفيش حنيه. ما يبقاش حنان على مراته، ما بيبقاش حنان على اولاده، ما بيبقاش حنان على اي حد. ممكن يبوظ لحد اي حاجه. شفت لدرجه ايه؟ ممكن يبوظ لاي بني ادم اي حاجه هو بيعملها. ايوه، هو يفتقد العاطفه، يفتقد العاطفة. يعني عارف انت، ما عندوش حتة ان الشخص ده متألم دلوقتي او تعبان دلوقتي فاطبطب عليه. ما عندوش. شفت لدرجة ايه؟ لو حد مات عند الشخص ده ما يروحش يعزيه، لان الشخص ده مجروح وتعبان. ما عندوش دي. يقلب الترابيزة على اي حد، ما بيهموش لا كبير ولا صغير. يا نهار ابيض. فبقول لك يفتقد للعاطفة، يفتقد للعاطفة. سيدنا محمد في مرة كان بيصلي وسجد، فكان على كتفه وهو ساجد الحسن والحسين، فطول قوي في السجدة. فبعد ما خلصوا، بعد ما الصلاة خلصت، قالوا له يا رسول الله انت طولت في السجدة قوي كده ليه؟ قال لهم
انا طولت في السجدة عشان يفضلوا مرتاحين، ما اقومهمش من ما هم على كتفي. شايف الرحمة؟ شايف الرحمة بتاعته عاملة ازاي؟ رحمة سيدنا محمد بالناس، عطوف سيدنا محمد. ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منك انت، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمة، رحمة. النرجسي ده ما عندوش رحمة، ما عندوش رحمة بأي حد على فكرة. فخلي بالك، وهنتكلم هنتعامل معاه ازاي. ما احنا مش هنسيبه، مش هنسيبه يتحكم في حياتنا ويخربها، هنقول نتعامل معاه ازاي. بصوا بقى الحتة دي، لا ده رقم 6 طبعا. لا يتقبل الانتقاد ولا يعترف بالخطأ. يا نهار ابيض، ما بيتقبلش النقد ابدا. انت مجنون عشان تنتقده. انت عارف ممكن يعمل فيك ايه لو انت انتقدته؟ ده يوديك في 60 داهية، ده يوديك في 60 داهية لو انت انتقدته دي وهو ما بيعترفش باخطائه. عارف يعني ايه ما بيعترفش باخطائه؟ انا وبعد الطوفان انا ما بغلطش، اللي هو ناقص يقول انا ربكم الاعلى ويعمل زي فرعون. وعلى فكره الشخصيه النرجسيه فيها كتير قوي من صفات فرعون اللي ربنا اتكلم عنها في القران بالمناسبه يعني. فزي ما بقول لك بقى ايه، لا يتقبل الانتقاد ولا يعترف بالخطأ. وممكن لو انت انتقدته يقلب عليك الترابيزه ويطلعك انت اللي غلطان. لا ما هو صايع، لا ما هو صايع، ما تقلقش يعني. النرجسي صايع جدا، صايع جدا. لو انت فكرت انك تنتقده او فكرت انك تقول له حاجة هي عيب في شخصيته، يقلب الترابيزة عليك ويقول لك ده انت اللي عندك المشكلة. يا عم انا زي الفل، يا عم انت اللي اعمى والله ما بتشوفش. يقلب الترابيزة عليك في اي حاجة وما يعترفش بخطأه ويطلعك انت اللي غلطان في الاخر. خدت بالك؟ طيب رقم 7، يعتمد على الكذب لتبرير تصرفاته. بيكذب كتير قوي 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 علشان يبرر التصرفات اللي هو بيعملها الغلط. يعني كذاب، كذاب كذب مش مفيش ابل بتكذب ماشي، بس كذاب قوي، كذاب وابو لمعه قوي. كل تصرف غلط بيعمله بيجهز الايه الكذبه بتاعته. كل تصرف خطأ هو بيعمله بيجهز كذبته. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لا تكون انت الشخص ده. قلت لك بقى لا تكون انت ده، اوعى تكون انت الشخص ده. هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن التعامل معاهم. رقم 8، وركز بقى معايا في الحتة دي، العند الشديد. شخصية عنيدة، يا نهار ابيض على الشخصية. حد يقول كده والله حرام، مش عايزين ندعي على حد. شخصية عنيدة جدا 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 جدا، بيعمل اللي في دماغه غصب عن اي حد. بيعمل اللي في دماغه اكبر من بص هعمل اللي انا عايزه وانت هتنفذ اللي انا عايزه، وجدع ما تنفذوش، جدع ما تعملش اللي انا عايزه. شايف العند عامل ازاي؟ العند عنده واصل لذروة غير طبيعية، مش ممكن. وده اللي ربنا قال عليه ايه، انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هيحس بالارهاق وهيتصاعد عليه العذاب، هيرهق تصاعديا. وصعودة ديت قيل برضو ان هي نار من النيران. يعني مفيش عنيد بيبقى مرتاح او نرجسي مرتاح، مستحيل مستحيل. ده ما بيشوفش طعم الراحة، هو راحته في ان هو يأذي الناس اللي حواليه ويدمر حياة الناس اللي حواليه، هو ده بيرتاح كده. لكن عند ربنا الموضوع مختلف، عند ربنا الموضوع مختلف خالص. بجد انت وصفته بالحرف، لا ده انا عامل بصوا عامل بحث كامل عن موضوع الشخص النرجسي ده، الكلام ده تفصيليا. بص على الشخص النرجسي هتلاقي فيه كل الصفات دي، او بص على نفسك هتلاقي الصفات دي موجودة. كلام عميق شويتين. انا ذكرت 8 بس، تمام. انا ذكرت 8، هم كتير، هم كتير بس عشان الوقت بس بتاعنا يعني. يبقى انا راجع كده بسرعة. حب السيطرة والتحكم، ردود افعاله عدوانية، بيفرض الاوامر دايما، بيقلل من قيمة الاخرين، يفتقد للعاطفة، لا يتقبل النقد ولا يعترف بالخطأ، ويقلب عليك الترابيزة. يعتمد على الكذب لتبرير تصرفاته، وعنيد عند شديد. عنده شديد بطريقة مش طبيعية، عنيد جدا جدا جدا. طيب يلا بينا نتعامل مع بقى ازاي الشخص العنيد ده. لو هو ابويا بقى، لو هي امي،
لو هو جوزي، لو هي مراتي، اتعامل مع الشخص ده ازاي؟ ركزوا بقى عشان التعامل مع الشخص ده شوية تعامل عايز ذكاء وعايز حرفية. يعني انا هديك بعض الحاجات كده دلوقتي تعملها كده بالصياعة مع الشخص النرجسي عشان تعرف تتعامل معاه، لان ربما يكون ابوك، ربما يكون امك. ما ينفعش ما ينفعش. تمام. طيب، رقم واحد عشان تتعامل معاه، تتعامل مع الشخص النرجسي، اديله مساحته. يعني ايه اديله مساحته؟ استنى بس. يعني لما تلاقيه عمال يمدح في نفسه، وانا عملت وانا سويت، وانجازاته، ودايما عمال بيتكلم عن نفسه، اديله مساحته، خليه يتكلم. قول له اه طبعا 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 انت فعلا عملت كذا وعملت كذا. في يا جماعه احيانا، بس عشان ما في ناس بتعتبر ان ده نفاق زي ما مصطفى بيقول كده، هو مش نفاق، هو ممكن يكون عمل حاجه فعلا بس هو دائم الكلام عنها. هو بيتكلم عن نفسه كتير، هو ممكن يكون فعلا عمل، ممكن يكون فعلا عمل الحاجات اللي هو بيقولها دي، فاعترف له بيها. ايوه فعلا طبعا انت عملت الحاجات دي، ما تنافقهوش. لو بيكذب ان هو عمل الحاجات دي، لا ساعتها هنوقفه. لكن هو اوريدي عملها، ودي برضه صفه مش لذيذه شويه انك تقعد تتكلم عن الحاجات اللي انت عملتها كتير. يعني الشخص المتواضع بيعمل خير ويرميه البحر، ما بيتكلمش عنه كتير، ما بيقولش اصلا انه عمل خير. لكن تعالى بس مع الشخص النرجسي ده، اديله مساحته. اديله مساحته قوي. طبعا، نهار ابيض. اديله مساحته عشان يشوف النرجسي انك بتديله حريه. النرجسي يحب قوي الشخص اللي يديله المساحه، يحب قوي الشخص اللي يخليه يسمعه وهو بيتكلم عن نفسه. هو النرجسي بيحب كده، بيحب كده قوي قوي قوي، ما تقوليش ازاي. هو يحب الناس اللي تديله مساحته، فاديله مساحته على قد ما يقدر. قول له طبعا انت عملت كتير، انت ساعدت ناس كتير، انت انجزت في حياتك انجازات كتير. رقم 2، ركز بقى في الحته الجايه دي، اشعره بالحب والاحترام. انا عارف الكلام غريب، الناس طبعا عايزاني اقلع الشبشب واديله فوق دماغه. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ده مش تعامل، ده مش تعامل مع الشخص النرجسي. الشخص النرجسي عايز حرفيه، فعايزك تشعره بالحب وتشعره بالاحترام. لان زي ما اتفقنا كل دوت ممكن يكون ابوكي، ممكن يكون زوجك، فما ينفعش. قول لي ازاي اعذبه واقلب عليه الترابيزه؟ لا، احنا مش هنعمل الكلام ده. احنا لا بنعذب حد ولا بنقلب الترابيزه على حد. واذا كان هو مريض فما ينفعش ان احنا نبقى في دايرته، نبقى مرضى زيه. دي نقطه مهمه قوي. اشعره بالحب والاحترام ازاي بقى؟ بص بقى، ركز معايا عشان الحته دي صايعه شويه، صايعه شويه وعايزه حرفيه. ماشي، فاش نفاق ان شاء الله ولا فيها الكلام ده كله. قول له رغم انك عايش الدور، احنا بقى اتفقنا انت هتشعره بالحب وهتشعره بالاحترام وهتديله قدره. هتقول له ايه بقى؟ رغم انك عايش الدور بس والله قلبك ابيض. رغم انك عايش الدور بس والله مش عارف كده ربنا مديك قبول مش طبيعي. النرجسي هيعمل ايه بقى في الوقت ده؟ هيبقى عايز يحافظ على نظرتك انت له هو. يعني ما انت تقول له قلبك طيب، هيتعمد دايما ان هو يظهر ان هو قلبه طيب. انت هتتحكم فيه لو انت عملت النقطة دي. انت هتتحكم في الشخص النرجسي والله. لما تقول له مثلا انت بصراحة بص شخصية خنيقة، انا مش عارف انت الناس بتستحملك ازاي، بس انت شخص على قدر المسؤولية، انت بجد ب100 راجل. عارف هيعمل ايه؟ هيبقى دايما محتفظ بالمدح اللي حضرتك قلته له ده في دماغه، وهيسعى ان هو دايما يظهر في وجهة نظرك على قدر المسؤولية. هو عايز دايما دي. وصلت؟ هي صعبة، انا عارف انها صعبة، انا عارف انها صعبة والله، بس انت كده هتتحكم فيه. انت كده هتتحكم في الشخص النرجسي مع الوقت طبعا، مش من مرة واحدة طبعا يعني، لا مع الوقت. الموضوع عايز صبر شوية. بص، رقم 3، ارسم له صورة كويسة عن نفسه. مصطفى يقول مش قادر، صعبة جدا، كل حاجة عايزة وقت، الموضوع صعب. ماشي، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نعالج الموضوع ده. ارسم له صورة كويسة عن نفسه. بمعنى ايه؟ قول له بسم الله ما شاء الله عليك والله، بس الكلام ده يكون صدق. تمام، يكون صدق مش كذب. ارسم له صورة كويسة عن نفسه، بمعنى
كون له صورة صحية. يعني ايه كون له صورة صحية؟ قول له والله انت ما شاء الله، انت حد يعني ما شاء الله عليك، اخلاقك عالية جدا، انت اجمل حاجة فيك انك بتساعد الناس، انت احسن حاجة فيك والله انك شخص متواضع وحبوب قوي قوي قوي. ارسم له صورة صحية، لان هو جواه هو ما يعرفش ان هو مريض، هو ما يعرفش ان هو مريض. شوف بقى لدرجة ايه. فانت مدرك انت النقطة دي، فلازم تتعامل معاه بالاسلوب ده. ارسم له صورة صحية، اديله وضعه واديله قيمته واديله احترامه، اديله وضعه وقيمته واحترامه، ماشي. وكون له دايما صورة ايه، يعني قول له احسن حاجة والله فيك انك رغم انك بتعمل ده كله، انت انسان مهذب وعندك اخلاق. دور انت على الحتة الحلوة اللي فيه، ولو مفيش حتة حلوة فيه ارسمها له انت الحتة الحلوة دي. هيسعى دايما ان هو يكون بيشوف الحتة دي وانت دايما بتتكله عليه، فهيهدى شوية من النرجسية بتاعته. طيب رقم 5، خليك واثق في نفسك. هقول لك ليه خليك واثق في نفسك. خليك واثق في نفسك لان الشخص النرجسي مش بيرضى بسهولة. الشخص النرجسي بيفطس اي حاجة. يعني ممكن زوجة تتعب في البيت وتعمل حاجات كتيرة قوي قوي في البيت، وهو ما يعترفش خالص بتعبها ولا يعترف بمجهودها، بل يشيلها كل المشاكل ويشيلها كل حاجة. فده طبعا بيبقى متعب جدا جدا للشخص. انت ممكن تتعب في شغلك ومديرك يكون نرجسي، يعني ايه، يفطس لك شغلك اللي انت بتعمله ده. هو الشخص النرجسي كده. فانا عايزك يبقى عندك ثقة في نفسك وتبقى عارف ان هو تعبان. هو تعبان، تعبان نفسيا، بس هو مش واخد باله. هو مش واخد باله. فدايما هتلاقيه بيستهزئ بشغلك، دايما هتلاقيه بيستهزئ بأي حاجة حضرتك بتعملها، وبيحبط كل حاجة حضرتك بتعملها معايا. لذلك خلي عندك ثقة في نفسك. انت بتعمل الحاجات اللي انت بتعملها دي عشان انت اخلاقك كويسة. انت بتتقن في عملك لنفسك ولربنا، مش عشانه هو. فاهم النقطة دي؟ احنا بنعمل كل ده عشان ربنا. فلو احبطك او قالك كلمة تضايقك، خلي عندك ثقة في نفسك. خلي عندك ثقة في نفسك عالية جدا 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 جدا، وما تستسلمش لكلامه السلبي والاحباطاته والحاجات دي كلها. طول ما انت عارف قيمة نفسك، انا بعبد ربنا ما بعبدش حد تاني، انا واثق في ربنا، مش هيهمني الشخص النرجسي ده ولا اساليبه اللي بيعملها ولا اي حاجة بيعملها، خلاص ان شاء الله مش هتتأثر بيه. حتى لو فضل في سلبيته دي وفضل في اللي هو عايش فيه ده، انت محافظ تمام الحفاظ على نفسك، انك ما تتأذيش من الشخص النرجسي ده. معلش تاني نقول ال5 حاجات اللي هم تتعامل معاه فيهم. تديله مساحته، ما تخنقش عليه، ما تقعدش تقول له بطل بقى انت كل شويه تقعد تتكلم على نفسك، هو انت ما فيش حد الا مش عارف ايه ده. ما تقعدش، ما ينفعش النرجسي تقول له الكلام ده. النرجسي ما يتقالوش الكلام ده لانه هيعاند على طول. انت ما تخشش معاه في حوار، فاديله مساحته ان هو يعبر عن رايه ونرجسيته والكلام اللي هو بيعمله والانجازات والفشخره دي كلها. اديله مساحته ان هو يقول الكلام ده. رقم 2، اشعره بالحب والاحترام. وقلت لك بقى زي ما قلت لك، لما تشعره بالحب والاحترام وان انت قريب منه، قول له رغم انك مش عارف ايه كده، واديله كلمه حلوه، هيبقى عايز يظهر دايما حلو في وجهه نظرك. رقم 3، ارسم له صوره كويسه عن نفسه. ارسم له الحاجات ان قول له انت انسان جميل فيك انك متواضع. ارسم له حياه صحيه بحيث يطلع من النرجسيه اللي هو فيها دي ويروح يعيش في الحياه الصحيه اللي حضرتك رسمتها له. امدحي زوجك كتير، امدحي اطفالك كتير، امدح مراتك كتير لو هي نرجسيه. تمام. 4، خليك صبور معاه، لان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. لازم تبقى صبور عليه، صبور، لان الحاجات دي بتاخد وقت. النرجسي مش هيتعالج في يوم وليله، مش بخ كده خلاص هيبقى بني ادم تاني. لا 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 لا، ده هياخد وقت طويل قوي عشان يهدى شويه من نرجسيته دي. فانت لازم تكون صبور، معلش صبور معاه وطبطب وقرب منه وتعامل معاه كويس. رقم 5، خليك واثق في نفسك، ما تخليش كلامه يأثر عليك. 5، خليك واثق في نفسك، ما تخليش كلامه يأثر عليك. اخر حاجة حابب اقولها، لو في شخص نرجسي سواء ابوك او امك فرض عليك حاجة انت ما انتش عايزها، سواء زواج سواء كلية انت ما انتش حابب تدخلها فبيفرضها عليك بالعافية. انت ابوك بيفرض عليك بنت انت ما انتش عايز تتجوزها، او بيفرض عليك فكرة الجواز عموما، او انت كبنت ابوك بيفرض عليكي فكرة الجواز عموما رغم انك مش عايزة تتجوزي. عايزين يدخلوك كلية معينة، عايزين يخلوك تشتغل شغلانة معينة. في الحالة دي لازم
تستعين بناس هي كبيرة. الشخص النرجسي ده هم بالنسبة له بيقف معاهم شوية. تمام؟ يعني لو انت بنت ومثلا وابوكي فرض عليكي شخص معين انت ما انتش عايزاه، لازم تلجئي لحد كبير للشخص ده. ما لقيتيش الشخص ده له كبير، الازهر موجود، ماشي، الازهر الشريف موجود، حد يكلم الازهر الشريف. لان في اللحظة دي لو الدنيا بقى كلها ما جابتش نتيجة خالص، لا ازهر جاب نتيجة ولا اي حاجة جاب نتيجة، واللي في دماغ ابوكي في دماغه، هنا يسقط الولاية عن ابوكي، يسقط الولاية عن ابوكي اللي بيفرض عليك حاجة انت ما انتش عايزها، لان دي حياتك الشخصية. ويمكن لو انت عملت الحاجة اللي هو عايزها حياتك تتدمر. يسقط هنا عن الاب الولاية على طول، ويبقى انت تختار وليك، عمك او خالك او اي راجل حضرتك انت بتثق فيه عشان يحميك من ابوك. سقطت الولاية عنده والقوامة قدام ربنا، لان مفيش حاجة اسمها فرضيات. مفيش حاجة اسمها فرضيات في الحياة لحاجة انت مش عايزها. ربنا اداك الحرية الكاملة تعمل اي حاجة انت عايزها وهيحاسبك في الاخر. لكن النرجسي بيفرض عليك غصب عنك حاجات انت ما تقدرش تتحملها ولا تقدر تعملها، وهيبوظ لك حياتك لو انت عملتها. فالجأ زي ما قلت لك لحد كبير للشخص النرجسي دوت. ولو ما لقيتش كده يسقط عنه القوامة على طول، سواء كان ابوك او امك او اي حد. والجأ، يبقى عمك هو اللي عنده القوامة او خالك او اي راجل حضرتك بتثقي فيه. اي راجل حضرتك تثقي فيه هو بقى اللي يجوزك، او هو اللي يعني ايه، يبقى نعتبره ابوكي. تمام؟ او اخر حاجة بقى انك تسيب البيت خالص، ماشي، لو الدنيا بايظه خالص، وتنشئ حياه خاصه لنفسك. لان النرجسي التعامل معاه والمعيشه معاه صعبه جدا جدا جدا، بتحكم على حياتك بالاعدام شنقا لو انت وقفت قدامه. اتفقنا يا شباب؟ فغير بقى الحوار، شوف حوار تاني وحياة امك. انا فاضله مستنيه لما تفتح والله. ايه، انا فاضله مستنيه لما تفتح والله. اصل ده حديث الساعه يا استاذ انا، ده حديث الساعه، وده اللي منتشر بقاله فتره كبيره قوي 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 قوي. وناس كتيره تعبانه، الازواج تعبانين، والستات تعبانه، والاولاد تعبانه، كل الناس تعبانه بسبب التعامل مع الشخص النرجسي. ان هو فارض عليهم حاجات ومكهرب البيت وعامل حوارات كبيره قوي قوي وداخل في مشاكل مع كل الناس. فالناس بتتعب لما يلاقي ابوه كده او يلاقي امه كده، الحياه ما بتمشيش. فكان لازم نوضح بعض ال الاساليب بتاعه الاشخاص دي، ونوضح كمان ازاي تتعامل معاهم عشان تتفادى الاذى الشديد قوي بتاعهم ده، وتعرف تكمل حياتك بسلام. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. ان شاء الله بكره بقى ايه نتقابل في لايف جديد. وان شاء الله يوم الخميس ده اليوم اللي انا بستقبل فيه اسئله حضراتكم. انت تسال واحمد الفاتح يجيب. واشوفكم على خير ان شاء الله بكره الساعه 10:30. سلام.